حياكم الله. يمر المصباح في عملية تصنيعه ب10 مراحل رئيسية، وكل مرحلة منهم تأخذ وقت وجهد وتحتاج لشخص يشتغل عليها. يعني المصباح الواحد ممكن يدخل في تصنيعه أكثر من 10 أشخاص. تبدأ الخطوة الأولى من اختيار الخامة، وكل خامة لها مصدر مختلف وطريق خاص فيها. بعض الخامات وايد صعب أن نحصلها بسبب إما الندرة أو أن في قوانين تمنع مثلا بيعها أو صعوبة الوصول لمكانها وغيرها من العوامل. ولازم نراعي في اختيار الخامة الجودة، إنها تكون قابلة للخراطة. فمثلا الخشب يكون خالي من الرطوبة، العاج ما يكون مكرك أو في سوس، الكوك يكون حجمه جيد وغيرها. الخطوة الثانية هي كشف الخامة عشان نعرف داخلها شلون صاير، سماكتها، اتجاه العروق فيها، الكركات إذا موجودة، عشان نعرف نتعامل معاها بعدين بشكل سليم. أحيانا مثلا تشتري صخرة كهرم وأول ما تكشفها خلاص تكنسل، ما تقدر تخرطها بسبب أنها متروسة كركات من داخل ما كانت مبينة من برا. بعدين ننتقل للخطوة الثالثة اللي يسمونها التعبير، ان احنا نحول الخامة العصي بحجم اما طول او عرض الخرز. يعني مثلا نبي نطلع خرز 14 ملي، فنطلع عصي من الخامة 14 ملي عشان يسهل علينا التعاون مع الخامة ونفهمها بشكل افضل، ونشوف شلون نقدر نطلع جماليتها بشكل اكبر. وبعدين نروح حق الخطوة الرابعة اللي هي خطوة التخريم بالحجم اللي تفضله ويناسب ايضا طبيعة الخامة. فمثلا الخامات الشفافة تخريمها يختلف عن الخامات الصاكة، الأحجار تخريمها يختلف عن الأخشاب. الخطوة الخامسة هي مرحلة تشكيل الخرز، سواء كان بالدسك أو التشكيل اليدوي بالسكين. وهذه المرحلة اللي تعطي الخرزة شكلها المبدئي، إذا تبيها دائرية أو صنوبرية أو برميلية أو غيرها. بعدها يروح الخرز حق مرحلة التشكيل اليدوي، التشكيل النهائي، وهي الخطوة السادسة اللي نعطي فيها الخرزة شكلها النهائي، وننعم القصة ونعطيها البوز إذا نبي نطلع لها بوز، أو نعطيها مثلا إذا فيها تفصيل معين في قصة الدمعة أو غيرها، لأن الديسكات ما تقدر تطلع لنا هذه الأشياء. بعدين ننتقل للمرحلة السابعة وهي الشاهد والفواصل والتمليك اللي هو طقم المصباح. خراطة الطقم بكل أجزائه هذه يتم عن طريق السكين، يعني عن طريق المخرطة تنحط عليها الخامة ويبدأ الخراط يشتغل عليها بالسكين. ننتقل بعدها للمرحلة الثامنة اللي هي مرحلة تخريم الطقم. طبعا كل قطعة من الطقم يكون لها مقاس وطريقة مختلفة في التخريم. فعندنا مثلا الشاهد يتخرم بشكل طولي وبعدين يتخرم من الزاويتين. عندنا مثلا راس التمليكة تحتاج أنها تتخرم بشكل أكبر من الجهة العلوية، وعندنا راس الكبوس أيضا له طريقة خاصة في التخريم، وهكذا. كذي صار المصباح جاهز عندنا كشكل نهائي. إن نبدأ في المرحلة التاسعة اللي هي مرحلة التلميع، وهذه كل خامة لها طريقتها وموادها الخاصة بالتلميع حسب مستوى الفينيشنج اللي احنا نبيه. وبكذي يكون المصباح جاهز للشكل النهائي وخلاص، سواء بملكة أو بالركبة أو بنحط لك ركوشة أو شرابة فضة، وياخذ رحلته معاك في الذكر والتسبيح.